اليونان أو اسمها باليوناني القديم هيلاس، يعني الخواجة يني والخواجة تدري حبايبنا. اليونان يعني بلد الزيتون الكلاماتا والرنجة والبطارخ المعتبرة. اليونان بلد البوزك، ودي آلة موسيقية شبه العود بالظبط، وبتطلع موسيقى شعبية تسمى السرتاكي، اللي منها موسيقى فيلم زوربا الشهير اللي احنا بنبدأ بيها دايماً في مصر أي مشهد متصور في اليونان. ايه ده؟ هما اليونانيين بقوا شبهنا كده ليه؟ اليونان حضارة عظيمة علمت العالم كله حاجات كتير زي الفلسفة ونظم الحكم والفنون، وعلى رأسها المسرح. بلاد الآلهة الإغريقية، أكتر بلاد كان فيها آلهة في العالم هي اليونان. وطبعاً هي بلاد الأكروبول أو القلعة الحصينة، واحد من أهم الآثار الموجودة حالياً في العالم، وبيجيبوا سياح من كل حتة في الدنيا. فيها جزر كتير وشواطئ كتير ومايوهات أكتر، وكفاية عليها جزيرة سانتوريني اللي صوروا فيها فيلم ماما ميا. وفي ناس كتير قوي بتروح عشان تعمل فرحها هناك. اليونان حضارة 5000 سنة، وما ننساش إننا قرايب ونسايب، لأن كليوباترا المصرية حبت أنطونيو اليوناني. أما المصيف والشواطئ هنا فهي وسيلة للاسترخاء والاستمتاع. المية الحلوة والوجه الحسن، رملة حلوة جدا. العائلات هنا تخلص شغلها الجمعة اللي هو زي الخميس يعني عندنا، وتطلع على السواحل فوراً عشان تستمتع بالشواطئ والرمال الذهبية. والله القعدة دي كانت عايزة الجلابية والواحد يقعد يرحرح كده. بيتم هنا تخطيط الشماسي بشكل متوازي، بحيث كل واحد يبقى قاعد تحت شمسيته شايف البحر، ومراعاة للخصوصية واللاندسكيب. في غرامات شديدة جدا للي يسيب بواقي أكل أو فوارغ كانز على الرملة. غرامات بتزيد عن 150 يورو، يعني فوق 1000 جنيه. ايه رايك في مستوى النظافه على الشط والاسعار؟ يعني حل جميل الصراحة. في بعض المصايف في أوروبا ممكن تنزل توبلس عادي، وفي كمان شواطئ للعراة، لكن كل واحد بقى حر في لبسه. أحياناً أهل البلد هنا بيبقوا منزعجين من المصيفين، يعني مرة الأهالي انزعجوا لأن المصيفين من أغنياء الروس والخليج بيخمسوا بالعربيات بالليل في الشارع، وقالوا هم السياح بيجيبوا فلوس للبلد، بس لازم يراعوا الهدوء شوية، مش معقول يعني. ما نزلتش المية في اسكندرية من ثانوية عامة اللي هو من سنة 89، فكده كتير الصراحة يعني. تشتهر شواطئ قبرص واليونان بما يسمى بالألعاب المائية ومراكز الغطس للهواة والمحترفين. بيقام على شواطئ البحر المتوسط خاصة في قبرص واليونان مسابقات بالبيتش باجي. طبعاً في أوروبا بيتفننوا في المايوهات ولباس البحر والعوامات، ودايماً عندهم موضة جديدة وملفتة. اخلع لو سمحت المايوه. اخلع المايوه ليه؟ من فضلك وبقول لك لو سمحت يلا. كل الشواطئ هنا فيها رجال غطس محترفين بيديروا عملية نزول المية واستخدام الشاطئ. الصيف هنا هو موسم الحب والانطلاق والاستجمام والتظبيط. في أفلام عالمية كتير جداً تم تصويرها على شواطئ البحر المتوسط، زي فيلم ألان ديلون البيسين والغروب، وفيلم هيتشكوك القبض على اللص. وسبحان الله رغم إنها على شاطئ نفس البحر، لأنها بيطلع شكلها مختلف جداً عندنا.